بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحلقة جديدة من برنامجنا محطات أخلاقية. ورد في الحديث القدسي قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. بشارة للمذنبين ونذارة للصديقين. قال: يا ربي كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال الله: بشر المذنبين أني أقبل التوبة. الله تبارك وتعالى يعطي البشارة عن طريق نبيه داود إلى المذنبين: بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين، أصحاب المقامات، أصحاب العبادات، أصحاب الدرجات، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، ألا يفتخروا بأعمالهم، حتى وإن كانوا هم على درجة من التقوى والإيمان، لكن ينبغي ألا يعجبوا بذلك. وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس من عبد أنصبته للحساب إلا هلك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.